عشان تطور أي بلد لازم تهتم بالتعليم والتدريب. عشان ترفع مستوى أي بني آدم لازم تخليه يمارس اللي اتعلمه واتدرب عليه، وبالتالي احنا عارفين إن دورنا كبير وعندنا رسالة عايزين نحققها. ايه اهميه البليسمنت تيست؟ من خلال الامتحان ده احنا بنعرف الويكنس بوينتس بتاعتك والسترينث بوينتس، نقاط قوتك ونقاط ضعفك، وبيديك ريبورت فيه مستواك في الفور سكيلز اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شويه، اللي من خلاله بنقدر نتراك البرفورمانس بتاعك في الرحله بتاعتك معانا خالص. تعالى بقى اقول لك ايه هي ترو بيجنرز دبلومه دي. الدبلومه دي بتتكون من 2 ليفلز، سكراتش وستارتر. طيب بناخد ايه في ليفل سكراتش ده؟ بناخد البيزكس بتاعت الانجليش لانجويج. هارفست بتقدم لك مش كورس، لا دبلومه لتعليم اللغه الانجليزيه كامله متكامله. طب ايه الفرق ما بين الدبلومه والكورس؟ الانجليش دبلومه هي عباره عن set of courses، يعني مجموعه من الكورسات بتشتغل على الفاندمنتالز بتاعت اللغه، بتلم كل الفانكشنز بتاعت اللغه from A to Z. انا بحب الشخص اللي يركز معانا، بس انا من النوع اللي بيسأل كتير، بيحب الهدوء والتفاصيل. من الاخر كده يعني VIP. هارفست عملت لك VIP سيرفيس، يعني اوفر دوز هدوء وبرايفسي واهتمام، عشان ما تكسبش وتسأل براحتك يا عم حازم. 3 شهور بس وهتبقى تمام. انجز يا عم، مستني ايه؟ هارفست عملت لك عرض ال3 شهور وال6 شهور انجليزي، وعملت لك كمان دبلومة المبتدئين. حتى لو عايز تبدأ من الصفر مكانك هو هارفست. السوق عايز المجتهدين المتعلمين المتدربين بس. اتصل بينا دلوقتي على الأرقام دي. هارفست هتتعلم وتتكلم.